بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين العيش بتاعنا هنعمل شوية عيش النهاردة زي الكتاب ما قال، حاجة كده جميلة. النتيجة بتاعتها زي الفل كده زي ما انتم شايفينها معايا، والمكونات بتاعتها سهلة وبسيطة، والعجينة قوامها جميل وسلس وزي الفل زي ما انتم شايفين معانا كده. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ كده نقول على المكونات بتاعتنا. مكونات سهلة وبسيطة. معانا دقيق، اللهم صل على النبي كده ايه، ومعايا ميه دافيه، ملح، معايا سكر وخميره، وحبه ميه دافيه في الكوبايه اهوت لايه للخمير. اول حاجه واول خطوه هنعملها، هنحط الخميره معلقتين سكر على الخميره اللي معايا. انا معايا خميره بيري، عايزه تحط خميره فوريه حط باكت من الخميره الفوريه على معلقتين اتنين من السكر. واول خطوه في كل المعجنات تعمليها في الجو الشتاء اللي احنا فيه ده، تحط الميه الدافيه مع الخميره مع السكر وتقلبيهم وتسيبهم حوالي 10 دقايق او 5 دقايق. الخميره بتبدا تتنشط والسكر بينشطها وتتفاعل بحيث انها ايه تخمر معاك العجينه بسرعه. وكمان في نفس الوقت بتحس بتشوف الخميره بتاعتك ان كانت اللهم صل على النبي مظبوطه ولا بتبقى الخميره فاسده. بسم الله ما شاء الله الدقيق بتاعي جميل وزي الفل، بس انا كده كده بننخله وتعودنا على طول على كده. هنا لازم دقيق يعني ننخله، المنخل ما فيش حاجه خالص معايا اهوت وزي الفل. هنبدا نعجن العجينه بتاعتنا. قلنا المكونات بتاعتنا دقيق وميه وملح وسكر وخميره. طب انا هنعمل 2 كيلو دقيق يا هناء، هتحط على 2 كيلو دقيق اللهم صل على النبي ب2 جنيه خميره عشان معادش جنيه. الجنيه خلاص راحت عليه. هتحطي معلقه سكر ونص معلقه من الملح، والعجين زي ما انت شايفه معايا كده الكميه الكبيره زي الكميه الصغيره. يلا حبايبي كده فرحوني باللايك وتعليق جميل كده زيكم. ربنا كده يا رب يديمكم نعمه في حياتي. بسم الله ما شاء الله. انا جربت الحامل اهوت عشان الناس اللي بتقول بيبقى التصوير بعيد، جربت الحامل كده من العجين. هنبدأ ننزل بالمية الدافية معايا واحدة واحدة كده ونلف الطبق ونكون في العجينة لحد ما يبقاش معايا دقيق خالص في الطبق، بإيد واحدة اهوت وشغالة ما شاء الله كده زي الفل. ابدأي كده عجيني. ايه العجين سهل، انا من الناس اللي بنحب المعجنات والمخبوزات، بيبقى عندي كده راحة نفسية وانا بنعمل فيه. يعني انا عندي استعداد نعجن ونخبز كده كل يوم. خلاص الدقيق اتوى معايا كده خلاص ما عادش معايا ولا حبة دقيق. بدأت قلبت الخميرة معايا، شايفين الخميرة اتنشطت كده والسكر داب وبقت مية مية. نزلت كده بالخميرة بتاعتي وهاتي بقى بإيديك الاتنين واديله بقى زي ما انت شايفة كده. تنكي بقى واخدة العجينة موجي فيها كده وهاتي من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين ولم طروف الطبق واعجني. شربت الخميرة خالص كده بالمية. هنبدأ ناخد بقى ايه، مية حبة مية بحبة مية. اللهم صل على النبي كده زي ما انتم شايفين اهوت. العجين ده بياخد مجهود شويه بس النتيجه بتاعته تستاهل ان انت تتعبي فيه وتخبزيه. نبدا بقى حبه ميه كده بحبه ميه زي ما انتم شايفين، ونبدا نلف برضو تاني من جوانب الطبق على الوسطانيه على كله بايديك كده. شايفين الحركه دي اهي. لف كده في العجينه ولت واعملي فيه لحد ما هتشوف القوام اللي معايا. كل شويه نطب كده، لا لسه عايز ميه نزود، وبنزود بايه بنزود بحساب زي ما احنا متعودين مع بعض. خليكي دايما انت اللي متحكمه في العجينه مش العجينه اللي متحكمه فيك، سواء عيش اي مخبوزات. انت السوائل ديت تخليها تحطها بحساب بحيث ان انا ما نزودش. نبقى عايزه نحط دقيق نقعد بقى طول النهار نحط دقيق نحط ميه نحط دقيق نحط ميه والعمليه تبقى ايه على الاخر. فلازم يكون في عقل كده في الايه في المعجنات بالذات. بدات كده نضيف اهوت الميه، وبدات اهوت زي ما انتم شايفين معايا القوام كده اهو حبه بحبه ونزود لحد ما نحصل على القوام المظبوط. هتشوفوا القوام معايا. العيش ده بياخد غلبة شوية بس طعمه جميل. وهنقولك على حاجة بقى، مهما تشتري العيش ده من بره عمره ما يبقى زي العيش البيتي أبدا، طعمه كده جميل وزي الفل. اللهم صل على النبي بقى كده اهو. شايفين قوام العجينة؟ بدأت نلم فيها اهوت ونطبها كده كده خلاص اهي بقت مية مية معايا. شايفين اهي؟ تحس كده ان هي زي الكيكة او ماسكة عن الكيكة شوية. هنديها كمان كل ما تطب فيها كده وتظبطيه العيش يجب معاكي في الفرن وفي نفس الوقت يبقى ايه العجينة بتاعته جميلة ومية مية. خلاص كده هو اتحلم العجينة بتاعتي، ونبدأ نغطي الطبق بتاعي. لميت حروف الطبق كلها هيات، تخلي العجينة كلها ايه زي بعضها. هنشطف ايده ونرجع نغطي العجين بتاعنا. العجين ده من شرطه الاساسي انك تحط طبق كده مش زي حاجه نحط كيس، لا عشان العجين ده طري. بنحط الطبق ونجيب فوق كده هي حاجه تقيله كده ونغطيها بحيث الجو برد يخمر معايا بسرعه. هنسيبه والله العظيم ما كمل ساعه ونص. ساعه ونص ولقيت العيش ما شاء الله عليه ملا الطبق. بسم الله ما شاء الله. العيش ده بيتقطع على رده، العيش الجامح الفلاح الطري. يلا حبايبي اللي معايا كده يفرحني بلايك جميل.
تعليق جميل كده زيكم، التعليقات واللايكات بترفع الفيديو. ربنا كده يبارك يا حبايبي فيكم جميعا، وادعوا لي كده ربنا يسهل لي الحال والقناه تكبر بحبايبي واصحابي. بنشكر الناس الجميله اللي دخلت معايا جيت، ربنا كله يا حبايبي كده يفرح قلوبكم ويخلي لكم اولادكم، وربنا يبارك في اولادنا جميعا كده ويحفظهم من كل سوء. شايفين الحجم العجينه تضاعف معايا وبقى قد ايه؟ هنبدا بقى نربح كده ونقعد ونمسك العجينه بتاعت ديت نقطعها ونظبط الايه الدنيا كده. هي العجين عايز كده، عايزك تقعدي كده وترحرحي، مش هينفع اننا نقعد قاعده، لازم نبقى قاعده مرتاح. فربحت كده وقعدت بقى كده مع نفسي اهوت. نبدا كده، جبت حبه زيت في طبق وبدات نقطع العجين. طب الزيت ده لازمته ايه؟ الزيت بيخلي وش الرغيف معاكي كده جميل، وفي نفس الوقت ما يجشفش منك في الجو البرد ده. الزيت حلو جو في العيش ده. من زمان كنا بنعمله بدقيق، يعني نجيب حبه دقيق من اللي احنا عاجنينه ده، ونبدا نحط الرغيف كده، بدل ما بنحطه على ايدي بنحطه في الطبق ونعمله كده على ايديا بدقيق من اللي انا عاجنه منه. فمع التقدم بقى والاختراعات بتاعت الستات وكده ايه، اخترعنا حكايه الزيت ديت، بتدي العجينه لمعه كده وفي نفس الوقت ما يشلفتش ولا يعمل اي حاجه من الهواء. بنقطع بقى التقطيعات اهيت. تسيبي العيش ده بالذات تسيبي مساحات واسعه بين الرغيف والتاني، غير الرقاق وغير الجرس وغير الحاجات التانية ديت. ليه؟ لانه بيرفع. يعني ايه بيرفع يا هناء؟ يعني بيرفع، بتحس ان الرغيف حجمه زاد، وهتشوفوه معايا اهو. تخلوا بالكم دلوقتي من التقطيعه، وعلى ما نخلص تقطيع كده ونيجي نغبس شوف التقطيع برضو معايا ايه حجمها قد ايه وشكلها قد ايه. تلاقي الرغيف فرد معاك كده. احنا هنا في الفلاحين بنقول عليها ايه، رفع. العيش رفع، وفعلا ما بينخبس غير لما يرفع. تيجي ترحي العيش تلاقيه بترحي معاك وجميل وزي الفل. هنقطع بقى الكميه اللي معايا كلها. طبعا كلكم عارفين احنا فلاحين واكتر الاوقات بيبقى عندنا شغل. يجي الحاج احنا عايزين غدا، عايزين فطار، عايزين عشاء، لازم يبقى عند المخبوزات ديت في التلاجة. بنطلع الكيس العيش بدل العيش موجود، تبقى الدنيا البيت مليان خير. وقت متأخر وقت بدري، بطاطسين محمرين، طبق بدنجان، حلاوة طحينية، جبنة تونة، بتلاقي الواحد كده ملا الطبق في دقيقة. فلازم العيش ده لازم يكون موجود في البيت على طول، شوية رقاق شوية قرص. فاحنا هنا في الفلاحين ما بنستغناش عن الحاجات دي. يعني حتى لو صدفت مرة وكنا في مشوار واشترينا عيش، والله العظيم ما بنلتز بيه ولا بيعجبنا زي العيش اللي هو بخبيز ايدينا دي. فيلا كلكم كده جربوا. اللي مش هيعرف يريحوا عن مطرحه يعملوا زي ما عملته لكم المره اللي فاتت، بططوه واخبزوه. العيش اللي كنت عامله لكم لما عملت رغيفين على الطاسه وكملت في الفرن، نفس العجينه بتاعت الدقيق دي. هي دقيق برضو، ملح وخميره وسكر وميه دافيه. هي صلوحه جاي جاي يلعب معايا وانا بنعمل العيش اهو. خلاص كده اهوت. هنبدا نجيب الطاوله التانية، هنحطها على الاولى ونفرش عليها شويه رده ونكمل برضو. ما شاء الله كده. وانا بنحب نعمل الحاجات ديت بدري، نعملوها بدري كده في ايه، تحس كده ان النهار معاكي واسع وطويل، يخمر براحته وتخبزي براحته. بنوريكم ان الطاوله اللي تحت اهيت والتانية عليه. هنخلص تقطيع كميه التقطيع اللي معايا كلها، هنسيبها حوالي ربع ساعه. نغسل ايديا ونولع الفرن ونظبط الدنيا ونبدا في الخبز على طول. يبقى العيش ارتاح اللهم صل على النبي، اتخمر معانا، رجع تاني بعد ما قطعناه رفع معانا بالطريقه الجميله اللي هتشوفوها معايا دي. خلصت تقطيع، شطفت ايديا ورحت رايحه على الفرن مولعاه ومهديه الارضيه من تحت ومعليه الشوارب شويه. على ما خد 5 دقايق كده بدات بقى في الايه في الخبيث. ما شاء الله. والله يا جماعه جربوا وقولوا رايكم فيه. وفي ناس كتير برضو بيدخلوا يقولوا احنا بنعملوه، احنا بنخبزوه. فربنا كده يا رب يديم علينا كلنا نعمه الستر ونعمه الصحه يا رب، ويبارك لكم في اولادكم واحفادكم، ويحفظ الجميع كده ويسترها على اولادنا وشبابنا، ويكفهم يا رب شر ولاد الحرام وشر بنات الحرام، ويحرسهم كده ويحميهم جميعا يا رب، اولادنا واولادكم جميعا. انا ولعت الفرن، النار من تحت هاديه والشوريج من فوق عليه. وابدأي بقى كده. الرح دي فن يا جماعه. يعني ايه فن؟ يعني لازم الواحده يكون عندها خبره في رح العيش دي. انت بتحط الرغيف على ايدك، بتبدأي بتخلي ايديك نازله لتحت شويه كده وبعدين على المطرح. انا هنشق رغيفين. فاول ما شقته كده البنات قالوا لها يا ماما، كانوا خلاص بقى البنات جم قالوا ما تشقيش، حطيه عز سليم زي ما هو. احنا لما بنيجي بعد كده بنطلعه وبنسخنه. الشقق ديت ساعات بالتراب بتاعتها كده بت ايه بتشط لما بنعمله على عين البوتاجاز. يا اولاد ما نعمله في الميكروف، قالوا لا احنا ساعات بنبقى مستعجلين فبنعمله كده وكده. خلي الرغيف سليم وبعد كده احنا نبقى ايه، لو عايزين حتى نشقه نبقى نشقه هو بعد ما يستوي. فاللهم صل على النبي، عملت شويه صغيرين كده بالمشقوق وكملت العيش كله ايه مدور. بسم الله ما شاء الله. اهوت شايفين العجينه بقى معايا قوامها جميل ومية مية معايا. بنشق الرغيف كده من النص ونبدأ نحدفه في الفرن. هنعلي كده كمان شوية من تحت، ده أول رغيفين لازم نظبط النار بتاعت. أهم حاجة تعلي الشواريك. العيش ده بيبقى عايز نار هادية من تحت ومن فوق تبقى عليه، وتبدأي تحركي كده تجيبي ايه
اللي احمرت تضيري وتعملي ما تتنكيش قاعده لي قدام الفرن كده وايه وسكت. بسم الله ما شاء الله على العيش بتاعنا. شايفين الارضيه بتاعته جميله وزي الفل معايا ومن فوق زي الفل. لو خلي بالكم دول الرغيفين الاولانيين، لسه العيش هيجيب معايا وهيبقى احسن من كده. بسم الله ما شاء الله. هو تعال المشنة كده وبنبدأ نحطه يبرد. أول المشنة بتتملي يكون اللوح الأولاني ده خلص، بنفرد على الإيه، على اللوح. شايفين الفن بقى في الريحة. الرغيف على إيديا الاتنين من عند الكلوة، إيديا نازلة لتحت، ونبدأ نحرك في إيدي كده. تنزيل إيديك لتحت شوية وتميلتها لتحت زي ما أنت شايفة المطرحة مميلة معايا كده، ده بساعد الرغيف إن هو يكبر معاك. أهو هنخبز بقى حبة سلام. هم 4 رغيف اللي عملتهم قالوا لا ماما ما تشقوش، قلت لهم خلاص ما نشقش. بدأت كده اللهم صل على النبي أهو زي ما أنتم شايفين. في ثواني كده بكون العيش دي. بس صراحة ربنا هو عايز ايه، مرة على مرة على مرة. فاللي مش هيعرف ان هو يريحه اعملوا بقى زي ما قلت لكم الاول في الايه، الرغيفين اللي عملناهم المرة اللي فاتت والله كان طعمهم جميل برضو زي الفل. وما رمينا منهم لقمة، كأنهم كلك لحد اخر لقمة فيه. فالنهارده قلت إيه، عايزين رقاق مفيش لبن. طيب العجين ده لا بياخد لبن ولا بياخد سمنة ولا بياخد اي حاجة، هو الدقيق والمية والملح والخميرة وحبة سكر. فقلت لا، نعمل رغيفين على ما نجيب لبن نروبه ونبقى نعمله ايه، رواقتين كده بإذن الله. والناس اللي طلبت الفطير الذرة مش ناسياهم، واللي طلبوا اللهم صل على النبي الرقاق المغرق اللي هو الناشف مش ناسياهم بإذن الله. هنعمل برضو جميع المخبوزات ديت إن شاء الله. اللهم صل على النبي بقى كده زي ما انتم شايفين معايا. العيش ده سهل وجميل، وهو زي ما انتم شايفين كده صلاة النبي كده الله أكبر على الجمال وعلى الحلاوة بتاعتنا. بنخبز ونفرد ورايا العيش يبرد. شايفين يعني عيش كده يتاكل حاف. ده لو مثلا عملنا اللهم صل على النبي، لو عملت صينية بطاطس، بصل على طماطم وقرن فلفل وشوية وحبتين 3 بطاطس، وعملت صينية وحطيتها ورا العيش دي، يبقى غدا جميل ومية مية. بدنجانة مشوية عندك هتشوي بدنجانة. والله العظيم كنا زمان نمسك البطاطس الحب السليم ديت نحدفها في الفرن نشويها، وساعة ما نخلص خبيز نبدأ نمسكها نقشرها، وحتة زبدة عليها وشوية ملح وشوية كمون، ونقعدوا في ريح الفرن كده نتغدى كلنا على عودين سريس. وكانت الدنيا ماشية وزي الفل. شايفين بقى العيش اهوت كل ما يرفع يجب معاك كده ويبقى جميل وزي الفل. شايفين ما شاء الله الله اكبر كده عليها. العيش بيفزح كده وجميل اهو. كل ما يرتاح وتظبطي النار بتاعتك يطلع بالجمال اللي انت شايفاه ده. ضيري كده الحته اللي تجيب لف فيها تف وسط الفرن، والتانية خليها في الطرف. ما شاء الله كده الله اكبر على العيش سخن كده وحاجه جميله ومية مية. انت بقى وانت بتخبز كده اللي علي يقول انت بتعملي يا ماما بقى العيش اللي عامل الريحه الجميله ديت. فالمخبوزات ليها ريحه كده سبحان الله عليه، ريحتها بتبقى جميله في البيت، وتحس بالبيت مليان خير. اهلي زمان كانوا يقولوا لنا ايه، كانوا يقولوا البيت اللي ما فيهش دقيق بيبقى ضيق. شايفين العيش والله العظيم يا جماعه حاجه كده ايه فاخر من الاخر. انا عايزه رايكم بقى في التعليقات، واللي بيعمل العيش وبيخبزه زي كده يقول لي، واللي ما بيعرفش يعمله يجرب الطريقه اللي عملتها في الفيديو اللي فات. وباذن الله هنعملها برضو كمان مره، عشان فيه ناس قالوا لو سخنت الطاسه قبل ما تحط عليها او الصينيه قبل ما تحط عليها الرغيف هيجيب. فباذن الله نجربها، احنا مش هنخسر حاجه. هنجربها ونشوفها كده ان شاء الله هيبقى نفس النتيجه اللي هم بيقولوا عليها ولا ايه، ولا زي ما هنأ بتقول. شايفين العيش من تحت ومن فوق وجماله كده وحلاوته. يلا كده جربوا الوصفه، مكوناتها سهله وبسيطه وعجينتها اسهل واسهل، والخبيز كده زي ما انتم شايفين. كنت كده خلصت الطاوله الاولانيه، قلت لنغم يلا بقى فضلي الردة من عليه، وخد اللي هو على المشنة دي حطيها على اللهم صل على النبي الغالي، حطيه على اللوح وسيب المشنة نحط عليها تبرد الايه الحاجة بسرعة. فايد على ايد كده بتساعد. يا رب كده تكونوا كلكم قلبكم على قلب بعضكم. معلش برضو احنا كبار نستحمل شوية، يعني احنا كبار نستحمل شوية، يعني نستحمل برضو شوية. ماشي اما تبقى الشغلانة عليك شوية وعليهم شوية هتعدي وهتفوت. مش هنقول ان انا حماتهم، لا هم اللي يقعدوا يخبزوا، لا هم اللي يقعدوا يعملوا، لا اللي يقدر على حاجة يعملها. احنا القعده يا جماعه والله ما حلوه، القعده بتكسل وتخلي جسمك كده هبطان، وتحس كل ما تقعدي تبقى عايزه تقعدي زياده، كل ما تنامي تبقى عايزه تنامي اكتر. فالجسم لما يفرفش كده ويشتغل ربنا بيديك الصحه من ناحيه، من الناحيه التانية بتبقى مساعده في المعاونه على العيشه. تعرفي اولادك دول ان هم مش زوجات اولادي، هم يعتبروا اولادي واكتر كمان. تبداي كده واحده واحده تعلميهم الحاجه، تلاقي الدنيا ماشيه معاك وزي الفل. قعدنا بقى لا كل يوم ده مش عارفه ايه، ده ما عملوش، ده انا اللي عملت، ده ما سووش، ده انا اللي سويت. بتلاقي الدنيا بيت بيبقى فيه مشاكل. فعلى قد ما تقدري تعدي المشاكل دي عدي. بسم الله ما شاء الله خلصنا كده الخبيز. بدأت فردت العيش اهوت على اللهم صل على النبي، على المشنة وعلى اللوح بحيث انه يبرد معايا، عشان هنكيسه في اكياس. انا بنكيسه في اكياس كل 5 ترغيفة في كيس ونحطهم في الفريزر. يا ما شاء الله الله اكبر كده. شايفين العيش
أظن مفيش أجمل من كده ولا أحسن من كده. يا رب كده تجربوا الوصفات وتقولوا رأيكم فيه، وبإذن الله كده توروني تعليقاتكم كده الجميلة على الفيديو الجميل ده. واللي جرب العيش ده جربه يقول لي عليه. وربنا كده يحسن ما بين ايديكم جميعا يا حبايب قلبي، وربنا يخليكم ليا كده ودعمكم ليا يزيد. ونشوف وشكم كده على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.